أزمة الكومبارس تشتعل في الوسط الفني، بدرية طلبة في التحقيق وعايدة غنيم بتسخر منها. تصاعدت أزمة الفنانة المصرية بدرية طلبة بعد قرار نقابة المهن التمثيلية إحالتها للتحقيق العاجل على خلفية تصريحات اعتبرها كثيرون مسيئة للجمهور خلال بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي. بدرية كانت قد انفعلت في إحدى اللايفات على إحدى المتابعات التي وصفتها بالكومبارس لترد بعبارات أثارت الجدل، من بينها وصف الجمهور بالرعاع مع تأكيدها أن الفنانين أسياد البلد. وفي وسط الضجة دي دخلت الفنانة عايدة غنيم على الخط بتعليق ساخر على صفحتها في الفيسبوك، قالت فيه: اللهم لا شماتة، مرة واحدة قالت عليا كومبارس وتلف الأيام ومصر كلها تقول عليا كومبارس، معلش بقى يا نجمة، كله سلف ودين. هذا التعليق أعاد للأذهان خلافا قديما بين الفنانتين، حيث وصفت بدرية طلبة عايدة غنيم بالكومبارس، ليبدو كأن الأخيرة وجدت اللحظة المناسبة للرد بعد هذه السنوات. وفي محاولة منها لتهدئة الأجواء نشرت بدرية طلبة اعتذار رسمي على صفحتها في الفيسبوك أكدت فيه احترامها للجمهور وللنقابة، وأقرت بخطأها وقالت إنها انساقت وراء استفزازات من كتائب إلكترونية مأجورة، مشددة على أنها لم تقصد الإساءة للجمهور الحقيقي، داعية الجميع لمشاهدة الفيديوهات كاملة لفهم السياق. ولحد هنا الفيديو خلص، إلى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد.